في ناس يلقوا لهم مبررات بايخة. هذا رجل يقول أنا سافرت لندن 2018 وخدت لي فندق على النهر التامز معي زوجتي وبناتي اللي هو شهر سياحة. يقول لفت نظري وجود رجل كبير في السن ولكن هندامه مو بهندام هالكبر، يعني اللبس اللي مختاره أكيد شبابي وهو كبير عمره فوق 75 سنة. يقول أشوفه رايح جاي، يقول عرفت له زوجة لأن إيش إذا جينا نفطر في الفندق الصبح تجي قبل الناس كلها وتختار على دريشة على البحر على النهر التايمز وتختار الأكل بعناية له. إذا أخذنا نص ساعة له جاي هالشاي وقاعد معها المرأة ما شاء الله تبارك الله فيها ظفارة. يقول أنا قعدت اليوم الأول أنا ماخذ شهر في الفندق هذا، يوم تقول لهم جاء بعد 10 أيام وانزل في كافي ويجي الشاي يقعد عندي. قال بيجيك أحد يا ولدي؟ قلت لا والله ما هو جاي. قلت لي قال اللي معك أهلك؟ هو طبعا يبي مدخل يسولف معي، هو عارف إنه مالي وعيالي. قلت اي والله. قال أنت ايش جابك؟ قلت والله أنا جاي عندي إجازة شهر وبي يعني سياحة أنا وعيالي. وأنت؟ قال والله أنا لي قصة. يقول الشايب هذا. قال وش قصتك؟ قال أنا من تجار الرياض الكبار وعندي خير عظيم وبنيت لزوجتي استراحة في ديرة أهلها وأهلي يعني. يقول صارت دائما تروح لها الاستراحة وتخليني. يا بنت الحلال قعدي يا بنت الحلال. يقول حتى في 15 رمضان الماضي هذا لأنه مضى في ذي الحجة خذت عيالها وراحت عند هالاستراحة وأمها وخواتها عندها وأنا قعدت لحالي. أفطر عند أخوي ولا الخدامة تسوي الفطور. يقول يوم جاء يوم العيد وأيد في الرياض ثاني العيد وأجيهم في الاستراحة كنت بأيد معهم. يقول يوم جيت له الصبح خبر صبح العيد الناس تنام. يقول يوم جيت الاستراحة وسخة وأنا شاري لي موتر جديد. يقول يوم جيت ولا والله حالتي حالة ما في أحد استقبلني ولا بنتي الكبيرة توها صاحية وأسلم عليها وين أمك؟ قالت أمي نايمة. يقول يوم دخلت عليها ولا الله يعافينا وياكم مكان ما هو ما يسر. قلت الحين أنا هالملايين وهالفلوس وفي الأخير هذا استقبالهم لي. يقول لي خويني في الجوف أبي منها 120,000 ريال وكم مرة يتصل علي بحول لك المبلغ. قلت لا تحول المبلغ أنا بجي أخذه. والله زانتني الفكرة وأحط مصروف العيال عند بنتي الكبيرة وأركب سيارتي وأروح للجوف. يقول يوم جيت الجوف توني بدخل تراني اتصلت عليه وقلت جهز الغداء. توني على ما ادخل الجوف عند محطة بنزين يقول يطلع لي هاك الشاي بولده واصدمه. موتري مرسيدس آخر موديل. يقول الموتر تأثر شوي وجوالي طاح ما أدري وين راح. الوليد اللي مع الشاي جات طقه في راسه وابتلشت. خذنا الولد في سيارة الإسعاف ورحنا وديناه المستشفى. معزبي قام يتصل علي وجوالي مو معي ويدقدق خاف علي قام يدور في الجوف بداخل الجوف مع القصيم مع الرياض. يقول يوم جاء ولا السيارة مصدومة سأل قالوا في المستشفى. جاني ولقاني مع سلامات. قلت والله هذا ما صار أثر الولد إصابته بسيطة. أنا حملت سيارتي وديتها للرياض وركبت وجينا البيت. يقول يوم جينا البيت على الساعة 2:30 3 العصر ولا والله أنا جايع ومتضايق. يقول أصلي الظهر والعصر وأريح. يقول يوم خذ ومدري هاك السفرة اللي ما عندك أحسن منها فيها 10 أنواع. يقول ما أدري شاكر. قلت يا ولد أنت جايبها من مطعم ولا من المسوي لك؟ قال لا والله بنتي الكبيرة فلانة أنا خابر عنده بنت ومتزوجة. قلت شابها عندك؟ قال والله تطلقت قبل 6 أشهر وأنت أنك تبيها تراها تعرض نفسها. قال أنت تقوله؟ قال إيه؟ قال أجل أخذ موافقتها منها ما أخذها منك. حلو. عطني أكلمها ويدق على بنته وجانا جالس ناكل. السلام عليكم. السلام فلان ترى على قوة القال بيتقدم لك يبي يكلمك. قالت أعطني إياه يا أبوي. قال أنا كبر بوت وبوت عرضت علي وأنا ناوي نتزوج أنت موافقة؟ تراني كبر بوت أو أصغر شوي. قالت والله أبوي ما مختارني إلا طيب الرجاجيل. جربنا الشباب ولا نفعوا. صح. أنا موافقة. وعقل بعد. إيه يقول ما أذن المغرب إلا أنا على قوة القايل مملك عليها على طول نفس اليوم. حلو. قلتها الحين أنا بروح للرياض وهي تجيني في الرياض أنا ماني بداخل عليها. يقولوا لا والله يوم أخذت لي أسبوع أو 10 أيام أنا عاد بيني وبينها اتصال. قلت أنت وين تبي شهر العسل؟ قالت بريطانيا لندن الفندق اللي إحنا فيه. يقولوا هي تجيني واستقبلها في مطار الملك خالد جايت مع أخوها ونفس رحلتها اللي جت قعدنا ساعة ودخلنا على هذا وجينا لندن. الحين لنا أسرع لنا 7 أيام و8 أيام والله أنا وظهري بمدد شهرين. يقعد شهرين وهي اسمع
وهي إيه؟ الحين تعرف اللغة الإنجليزية وقاعدة تتعلم اللغة الفرنسية عن بعد. حلو. وبمسكها كل شركاتي وأعمالي. يقول الشايب ما شاء الله. وتركت عني أم كراث. لا أنا أقول يعني هذه القصة انتهت عند صاحبها. صح. ترى القصة موجودة في إحدى مراكز التواصل، والاسم اللي ذكرها أسامي موجودة، أنا ما جبت الأسامي. أنا أقول الله يقول سبحانه ولا تنسوا المعروف بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني جيت على موقف معين ولا على مرة يعني معك 30 أو 40 سنة واتخذت، المفروض أنك تقول أسباب كافية أنك تتزوج على زوجتك. صح. مو بيوم جيت ولقيتها نايمة وعازمة تنهلها هذا السبب ولا تهيئ لك الأسباب. أنا أقصد يا أخوان الواحد لا يفكر في الزواج ويضع أسباب من عقله. خلاص انتهت مدة المرأة هذه أبى عليها. طبعا أنا مو ضد التعدد ولا غيره، لكن يجب أن يكون عندك أسباب مقنعة وتحفظ فيها معروف هالمرأة اللي قدامك. أسأل الله العلي العظيم ينفع بهالقصة، وجزاكم الله عني كل خير. ما أبي أطول. أقول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. يعني بعد هي تبي تروح الاستراحة، تبي تستانس عند أهلها وتستانس مع أخواتها، ما في مانع تزوج.